طب ليه ربنا عز وجل حذّرنا من الخطوة دي بالذات؟ الحقيقة إن ربنا عز وجل حذّرنا منها لإن التمن بيكون كبير جدًا. تخيّلوا بني إسرائيل لو كانوا ذبحوا البقرة دي من البداية وما كانوش مطلوا، كانت الأمور مشيت، لكن بعد المماطلة خلّت في الآخر البقرة دي علشان يشتروها دفعوا وزنها دهب. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقينا في نص الشهر، طمنونا عليكم، اخباركم ايه واخبار العبادات ايه؟ مين كده لسه شادد الهمه ومين بدأ يحس ان في شويه كسل او شويه تراخي او ابتدينا نريح؟ اروا الله من انفسكم خيرا. الله عز وجل بينظر لقلوبنا واجتهادنا مش للكمال. لسه مكملين مع بعض في برنامج خطوات وبنكشف مع بعض خطوات الشيطان اللي بنمشيها بهدوء جدا علشان ياخد الإنسان معاه خطوة خطوة. النهاردة هنتكلم عن خطوة خطيرة جدا، خطوة تقريبا بنقع فيها كلنا، وهي بداية الهلاك زي ما بيقولوا. مش بتبان إنها معصية ولكنها بوابة كل المعاصي، خطوة التسويف. الشيطان مش بيقولك اعصي ربنا دلوقتي، هو أذكى من كده بكتير. هو بس بيجي يقولك مش دلوقتي، لما تخلص شغلك، لما نفسيتك تبقى أحسن، لما تبقي جاهزة. هو مش بيمنعك من الطاعة، هو بس بيأجلها وانتي فاكرة انك لسه ناوية، بس الأيام بتجري والقلب بيبرد والهمة بتموت حتة حتة. التسويف مش معصية في ظاهره، ولكنه مقبرة النوايا الحسنة أو الصالحة زي ما بيقولوا. كلنا عندنا نوايا جميلة، لكن الشيطان فعليا بيدفنها بجملة واحدة بس اللي هي بكرة. تعالوا كده نشوف قصة بني إسرائيل مع البقرة اللي اتكلمت فيها سورة البقرة واللي كلنا عارفينها واللي اتسمت السورة باسمها، اللي هي قصة البقرة. لما بني إسرائيل بدأوا يسألوا ويقولوا طب ادعوا ربك، طب قول لنا تفاصيلها، طب لونها، طب احكي لنا عنها. وبدأوا كده سبحان الله، يعني أكتر الحاجات اللي بيقولوا إنهم شددوا على نفسهم، وعلشان شددوا استحقوا العقاب، وفي الآخر دفعوا وزن البقرة ذهب. وده كان بسبب عقلية المماطلة والتسويف. هم سبحان الله عارفين من البداية كل التفاصيل وعارفين الصح اللي المفروض يتعمل، وفي الأخير اعترفوا لسيدنا موسى وقالوا له الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هم في الحقيقة عارفين الصح من البداية، ولكن احنا عمالين نماطل وعمالين نتحجج وعمالين نتلكك وقاعدين نقول لا ما نعرفش. طب اسأل لنا، طب مش عارفة ليش معنى صفرة، طب قول لنا ليه، طب قول لنا اشمعنى دي. خدوا بالكم ان احنا محتاجين نحذر من العقلية دي اللي هي عقلية المماطلة، واللي هي أنا مش عاوزة أنفذ ومش عاوزة تو تيك أكشن، وعمالة أدور على مبررات وعمالة أقول كده أنا عايزة أعمل حاجة لا إما تكون مظبوطة جدا لا إما ما أعملهاش. أنا أبتدي أطلع مبررات لنفسي وابتدي أسوف وابتدي أقول طب خلاص أنا هبتدي آخر كلام من بكرة إن شاء الله، وده يكون بدعوة إن أنا عايزة الحاجة تكون مظبوطة جدا، لا إما خلاص مش هعملها علشان أظبطها وبعد كده أعملها، وافضل اطلع لنفسي حجج واعذار وابتدي اماطل. وهو ده بالظبط اللي ربنا عز وجل قال لنا عليه في القرآن وحذرنا منه وحذرنا من العقلية دي ومن الخطوة دي من خطوات الشيطان. طب ليه ربنا عز وجل حذرنا من الخطوة دي بالذات؟ الحقيقة ان ربنا عز وجل حذرنا منها لان التمن بيكون كبير جدا. تخيلوا بني إسرائيل لو كانوا ذبحوا البقرة دي من البداية وما كانوش مطلوا، كانت الأمور مشيت، لكن بعد المماطلة خلت في الآخر البقرة دي علشان يشتروها دفعوا وزنها ذهب. وده بالظبط اللي بيحصل معانا في الحياة. كل قرار بنقعد نأجله وانت عارف ان القرار ده صح، وانت عارفة ان العلاقة دي غلط وكده كده لازم تنتهي، وان كده كده لازم اخد الخطوة دي، او انت عارفة انك لازم تبتدي دلوقتي في المشروع ده. اي حاجة هفضل اماطل فيها وانتي عارفة انها صح وانها لازم تتعمل دلوقتي. كل تسويف وكل تأجيل وكل مماطلة هتخلينا ندفع ثمن اكبر. لو خرجت من البداية من العلاقة دي وانت عارف انها علاقة مش مظبوطة، غير لما تخرجي بعيلين 3 وانت فاقدة الثقة ومتدمرة نفسيا. اي خطوة بنأجلها في اهدافنا واحلامنا وعمالين نماطل وعمالين نسوف بيكون التمن اكبر وبيكون اصعب. وخدوا بالكم
من الأمر ده مهم جدا إن احنا ناخد بالنا من الخطوة دي. طب تعالوا كده نتكلم عن خطورة التسويف، وليه الشيطان بيحب إن هو يخلينا نعمل كده ونقع في نقطة التسويف دي. وليه الشيطان بيحب خطوة التسويف دي تحديدا؟ لأنها هي خطوة آمنة جدا، مفيش فيها أي مقاومة بالنسبة لنا، مفيش فيها رفض مباشر، ومفيش فيها إحساس إنك بتعصي. أنت لسه ناوي، والنية دي كأنها كده نوع من أنواع المخدر، أنا ناوي والله بس مش دلوقتي. خدوا بالكم إن دي أخطر نقطة، لأنها منطقة كده اللي هو لسه ناوي. طب إيه المفروض إن أنا أعمله؟ أنا دلوقتي عرفت إن التسويف دي حاجة سيئة، وإن التسويف ده بيخلينا أدفع الثمن غالي جدا، وإن أنا المفروض ما أسوفش. طب أعمل إيه يعني؟ او ايه عكس التسويف؟ او المفروض اعمل ايه يعني عشان ما اسوفش؟ الحقيقه ان عكس التسويف هو التسليم التام. التسويف بيكون فيه تردد وعصيان ومماطله، وعكسها بيكون التسليم التام لرب العالمين. سيدنا ابراهيم لما شاف في المنام انه بيذبح ابنه، وده اصعب ابتلاء، لو الواحد تخيل بس كده اللحظه، المشهد ده حاجه صعبه جدا فوق تصور البشر، حرفيا ابتلاء صعب جدا. هل سيدنا ابراهيم لما صحي قال لا 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 انا هستنى بكره كده ان شاء الله لما انام واصحى كده علشان اتاكد، علشان ده اكيد ممكن يكون من الشيطان، واكيد ربنا مش هيطلب مني اكيد ان انا اروح اذبح ابني يعني، وهيجي لي بقى اشاره بكره، لو ربنا اللي طالب مني ده هيجي لي اشاره تانية. هل سيدنا ابراهيم عمل كده؟ لا. سيدنا ابراهيم فاهم جدا ان رؤيا الانبياء حق. خلاص انا مش بجادل، انا مش بماطل، صحي الصبح يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. خلصت. تسليم تام لرب العالمين. مش هو ربنا اللي قال كده؟ انتهى الامر. لكن بني اسرائيل هناك كانوا شايفين ان البقره، ايه المنطق؟ ايه المنطق ان انا اذبح بقره يعني؟ ايه المنطق في الحوار ده يعني؟ فبداوا بقى يعملوا ايه؟ بداوا يماطلوا، بداوا يعترضوا. هل سيدنا ابراهيم حكم المنطق؟ لا خالص. تسليم تام حتى لو الامر يتنافى او يبدو انه متنافي مع المنطق. القصه هنا بتقول لنا التسليم التام لرب العالمين. بس هل القصه هنا بتقول لنا نسلم بس، ولا في تركه تانية مع التسليم؟ تعالوا كده نشوف نهايه المشهد مع سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل لما استسلموا، وسيدنا ابراهيم خلاص هيذبح ابنه وسلم وتله للجبين. سبحان الله، نزلت الايات ففديناه بذبح عظيم. خلصت خلاص، شكرا. وكأن الله عز وجل بيعلمنا ان عقلية التسليم دي فيها النجاة، هي العقلية دي هي اللي فيها النجاة، والعقلية دي هي اللي هتديك اللي انت عايزه، وهي اللي هتريحك، وهي اللي هتديك اللي انت عايزه. لكن المماطلة اخرتها تمن صعب، واخرتها تمن كبير. شوف المماطلة كانت نهايتها ازاي، والتسليم لرب العالمين كان نهايته عامل ازاي. خدوا بالكم ان ده درس مهم جدا لكل حد فينا بيشوفنا. مهم جدا ان احنا ناخد بالنا، هل انا من النوع اللي بماطل وبفضل ادور على حجج واحط اعذار واقعد اقول لنفسي طب والله انا ناويه بس ان شاء الله هظبط بس الدنيا عشان انا بس عايزه اعمل حاجه مظبوط، اصل انا عايزه ابتدي بس مش حاسه ان انا جاهزه دلوقتي، او لما حد يطلب مني حاجه اقول له طب اقنعني، طب اثبت لي، طب هات لي دليل، ولا انا فعلا عندي تسليم وماشيه معاك يا رب ومسلمه ليك ومسلمه لكل اقدارك وعارفه ان اقدار الله عز وجل كلها خير. هل انا بسوف ولا هل بسلم لله عز وجل؟ ده سؤال محتاجين كلنا نساله لنفسنا بصدق. اخر حاجه محتاجين نقولها النهارده في القصه، ان الجمله اللي ربنا عز وجل بيقول لنا انه قادر وبيسبب الاسباب. فاكرين لما اتكلمنا على عقليه الوفره وان الشيطان بيعدكم الفقر؟ الله عز وجل بيقول لنا ان في القصه بتاعه البقره ان اليتيم اللي كان لا بيه ولا عليه ده، الله عز وجل سبب له الأسباب، وكل القصة دي حصلت علشان اليتيم ده ياخد وزن البقرة دي ذهب. وهو ده معنى التسليم التام لرب العالمين، أن الله عز وجل هو القادر أنه يسبب الأسباب بكون فيكون، وهو عليه هين. سبحان الله. محتاجين احنا بس ناخد بالنا من خطوة التسويف والمماطلة. هل أنا بسوف؟ هل أنا بماطل؟ ولا هل أنا بسلم وببادر؟ محتاجين نعكس التسويف والمماطلة بالتسليم التام والمبادرة. يا رب نكون استفدنا النهاردة من الحلقة، وتكون كده فتحت لينا أنوار جديدة. خليكم متابعينا، لأن الحلقة جاية عندنا خطوة خطيرة جدا من خطوات الشيطان بيعملها معانا. مستنيينكم إن شاء الله، وأشوفكم الحلقة الجاية على خير.